تزوج؟ لا عزاب وان شاء الله للموت. شلون؟ ان شاء الله للموت عزابي. ايش عجب؟ احكي يعني اللي بقلبي؟ لا احكي عادي. حاليا مجتمعنا يعني مع احترامي للزينين وللزينات راح اسال السؤال زين. ليش كثرة الطلاقات؟ وليش كثرة هاي السوالف مال هواي امور نعرفها؟ ليش؟ هواي اسباب تخلي الطلاقات انا راح تكثر. اقول لك شنو الاسباب. مع احترامي للسامع ومع احترامي للزلمه الزينه زين. الزينه الولد عشاير، كثرة الذكور وقلة الرجال. شلون؟ زين. يعني هسه تشوفين رجال طوله وضخامته وعرضه غيره ما عنده على مرته ما يخاف عليها، نحكيها بالقلم العريض، يعني يعوف مرته بالهمال وبالفقر يركض ورا فلانه وعلانه. صح لو لا؟ المراه ترى عباره ما تكبر تبقى عن عاطفه، تريد الرجال اللي يهتم بيها، تريد الرجال اللي يحتويها، زين اذا هو هاملها ايش راح تسوي المراه؟ ليش هسه تصير طلاقات؟ ليش تصير خيانه؟ ترى السبب مو بس من المراه، زين. من الرجال. انا مو ضد انه الرجال، بس انا الشيء اللي حسب اللي قاعد اطلعه واللي قاعد اشوفه انه للاسف كثرة الذكور وقلة الرجال. زين. يعني الرجال اللي اخو خيته يبقى صاحب موقف ويا مرته او اذا كان ويا حبيبته يكتفي بيها، يحتويها، يهتم بيها، يكون مهمل ويركض ورا ما نريد نقول يعني خاف العالم تزعل علينا. زين. فكرة كلش كارهة بصراحة. زين. احد الاسباب ممكن تكون انه قاموا يتزوجون وهم صغار. ابسط الامور انه ذاك القرار اللي طلع الاحوال الشخصيه انه تتزوج البنيه بعمر 9 سنوات، انت شنو رايك بهذا الشيء؟ انا ما انصح بهذا الشيء بصراحة.